إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. المستمعون الكرام، يطيب لنا أن نرحب بكم في مستهل البرنامج العربي ليوم الجمعة الموافق 30 من أغسطس عام 2024، والذي نخصص حلقته للذكرى 63 لثورة الفاتح من سبتمبر المجيدة، تاريخ انطلاق الكفاح المسلح للشعب الإريتري، مع تمنياتنا لكم بطيب المتابعة. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام ومستمعاتي الكريمات في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي نخصصه في حلقة اليوم لذكرى الفاتح من سبتمبر المجيد الذي يوافق يوم بعد غد الأحد. فكما هو معلوم لنا جميعا، يتأهب الإريتريون في الداخل ودول المهجر في مطلع سبتمبر من كل عام للاحتفال بذكرى الفاتح من سبتمبر، تاريخ انطلاق الكفاح المسلح للشعب الإريتري لانتزاع حقوقه وتقرير مصيره بنفسه وتحرير الإنسان والأرض. ففي الأول من سبتمبر عام 1961 وقبل 63 عاما انطلقت الشرارة الأولى للكفاح المسلح بقيادة المناضل البطل حامد إدريس عواتي ورفاقه الميامين في سفوح جبال أدال، معلنة رفض الظلم والضيم الذي وقع على الشعب الإريتري بعدما باءت كل المحاولات السلمية لنيل الاستقلال بالفشل، وذلك بسبب تكالب وتآمر الأعداء على إريتريا، وفي مقدمتهم دول الاستعلاء والاستكبار، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، والتي سعت إلى ربط إريتريا فيدراليا بأثيوبيا بموجب قرار من الأمم المتحدة، وهو القرار الذي مهد لضم إريتريا عنوة إلى أثيوبيا لاحقا، واعتبارها المحافظة 14 من محافظات أثيوبيا، وهو ضم ما كان ليتم لولا تآمر بريطانيا مع الإمبراطور الأثيوبي هيلي سلاسي، الذي أفضى إلى إحلال الجيش الأثيوبي محل الجيش البريطاني في معسكراته التي انسحب منها في إريتريا. لم يرضخ الشعب الإريتري ولا قياداته السياسية التي كانت تنادي بالاستقلال آنذاك لهذه المؤامرة والواقع الذي فرض عليه، فاختار الشعب الإريتري بملء إرادته الكفاح المسلح لاسترداد الحقوق. وتلك الشرارة التي انطلقت في الفاتح من سبتمبر عام 1961 لم تخب نارها، وظلت مشتعلة 30 عاما حتى 24 من مايو عام 1991، معلنة تحقيق الهدف الذي أطلقت من أجله، وهو تحرير كامل التراب الإريتري وطرد المستعمر البغيض من إريتريا مرة واحدة وإلى الأبد. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان سبتمبر والحال الذي لم يتبدل. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. راديو إرنا 30 عاما من عمر الكفاح والنضال تحوي في خضم بحرها الهائج وأمواجها المتلاطمة انتصارات وانكسارات قاسى فيها الشعب الإريتري آلام التشرد والجوع واللجوء والمجازر والقهر والذل، وخلفت آلافا من الثكلى والأرامل والأيتام حتى لاح فجر الحرية والانعتاق. تنفس الشعب الإريتري الصعداء وتحقق الاستقلال وتحررت الأرض، ولكن للأسف لم يفضي هذا التحرير لتحقيق الأحلام والطموحات التي كان يتطلع إليها الشعب الإريتري، إذ أنه سرعان ما بدت تتكشف وتتجلى في إريتريا ملامح جديدة تشي بمؤامرة تحاك بأيدي أبناء جلدتها لظهور مرحلة جديدة من الظلم والاستبداد والقمع وكبت الحريات وتكميم الأفواه
والسعي لجر الوطن والمواطن للدخول في مرحلة جديدة من التوهان والإغراق في حروب عبثية مع كافة دول الجوار دون استثناء، وتضيع مستقبل الشباب تحت ذريعة الخدمة الوطنية، تلك الخدمة التي لا يعرف لها مثيل في دول العالم لاستغلال المواطن في أعمال السخرة الأبدية. تأتي ذكرى سبتمبر المجيدة، والنظام وضع العراقيل أمام عودة المهجرين الذين كانوا يعدون الأيام والليالي للعودة إلى ديارهم وأوطانهم وإنهاء حياة التشرد واللجوء، فيموت الأمل في نفوسهم كل يوم 1000 مرة بسبب القيود والشروط القاسية التي تحول بينهم وبين تحقيق أحلام العودة. تحل علينا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات ذكرى سبتمبر المجيدة، ونحن نشاهد معاني النظام في إذلال الشعب الذي جاء إلى عرش السلطة بتضحيات آبائه، وأصبحنا في ذكرياتنا نتجرع مرارة الآلام ونكرر شعارات البطولات والتضحيات وأهازيج الانتصارات دون أن نعرف لها طعم. كيف لا؟ وعدد كبير من صانعي هذه البطولات يعيشون في المنفى أو في غياهب السجون أو في دول الشتات وهم يشعرون بمعاني الحرية تتسلل من بين أصابعهم. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان سبتمبر والحال الذي لم يتبدل. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. إن الشعوب حينما تحتفل بتاريخ أمجادها وملاحم بطولاتها فإنها تفعل ذلك لاستلهام ما يقوي الهمة والعزيمة التي تغذي طاقاتها لتمكنها من الصمود في المحافظة على تلك الأمجاد والبطولات التي سطرها الأسلاف، والتأسي بهم في مواجهة التحديات والصعوبات والمخاطر التي تحدق بهم وبأوطانهم. وتحتفل أيضا بتاريخ أمجادها وبطولاتها تخليدا لصانعيها فتزيدهم عزما وعزا وفخارا. أما نحن مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، فحينما نحتفل اليوم بذكرى سبتمبر المجيدة يعتصرنا الألم لما آلت إليه الأوضاع في بلادنا الحبيبة، حين نتذكر ضياع الحق وغياب العدالة والحرية التي مهرها الشعب الإريتري بدماء الآلاف من الشهداء ومعاقي الحرب. ونتوجع كثيرا لحلول هذه الذكرى والآلاف من خيرة أبناء شعبنا يئنون في أقبية السجون وغياهب الظلام سنين توازي سنين الاستقلال دون أي جريرة اقترفوها، إلا أنه لم ترق لهذا النظام رسالتهم السامية في تربية الأجيال وتوجيهها بما يضمن لها تشكل وعي يجعلها سياجا آمنا لحماية أوطانها ومكتسبات أمتها، أو لأنها طالبت بتحقيق العدالة والحرية والمساواة. تمر علينا ذكرى سبتمبر المجيد، والآلاف من الرعيل الأول الذين ساهموا في هذه الثورة يعيشون حياة بؤس وشقاء في مهاجرهم، وهم الذين كان ينبغي أن يوفر لهم العيش الكريم في ديارهم ويسعدون بقية حياتهم بالعيش في الوطن الذي ناضلوا من أجله. فقد رحل البعض منهم وهو يئن تحت وطأة المرض بسبب الحرمان من العلاج والاستشفاء لضيق الحال. رحلوا وهم يمنون أنفسهم بقبر تأوي إليه جثامينهم في بلاد جابوا سهولها وجبالها ووديانها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، يعرفون حجرها وشجرها أكثر ممن يتربع على عرشها اليوم وأكثر ممن يتشدق بالوطنية. تمر علينا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات ذكرى سبتمبر اليوم، وإريتريا تشهد هروبا مستمرا لآلاف الشباب الذين بلغ بهم اليأس ليبحثوا طريقا في فلاة اليابس المحفوفة بالمخاطر أو في عباب البحر المهلك طلبا للنجاة من جور ما حل بهم. نحتفل اليوم بذكرى سبتمبر، والبلاد تشهد تراجعا مستمرا في كل شيء، في الاقتصاد، في التعليم، في الصحة، في البنية التحتية، حتى تلك التي ورثناها من المستعمر لحقها الخراب والدمار بسبب الإهمال وأصبحت تتآكل يوما بعد يوم. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان سبتمبر والحال الذي لم يتبدل. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إيرينا. تحل علينا اليوم ذكرى سبتمبر المجيدة، والشعب الإريتري في الخارج يستعد للاحتفال بهذه المناسبة،
وهو يزداد انقساما وتشظيا يوما بعد يوم، بالمناطقية تارة وبالطائفية أو اليهوية تارة أخرى، ويزعمون أنهم متفقون في الهدف، وتعاني معارضتهم ضعفا واهتراء، وتقف عاجزة عن تقديم أي تصور ناجع يزيل عن كاهل الوطن والمواطن الكابوس الجاثم على صدره. بل إن الشعب أصبح يزداد يقينا بعدم جدوى هذه المعارضة إذا لم تقم بمراجعة برامجها وخططها وأفكارها في العمل النضالي، وذلك بوضع خارطة جديدة وأسلوب مختلف تفكيرا وإنتاجا بما يتوافق ومعطيات الوضع الراهن، وتسعى لنبذ الفرقة والاختلاف، وتتوحد تحت راية واحدة وغاية وهدف واحد. أما إن رأت الاستمرار على ما هي عليه فالأجدر بها حينئذ التنحي وترك الخطام متدليا على رقبة الجمل، ربما الأقدار ترشده إلى بغيته. فنحن اليوم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات نعيش واقعا مختلفا بين الأجيال في مفهوم الإرث النضالي ومعرفة العمل النضالي بسبب الفجوة الكبيرة بين الأجيال، وهو ما يحتاج إلى مد جسور التواصل وردم الهوة بينها وتمليكها الحقائق الغائبة بغية امتداد العطاء ومعرفة حجم التضحيات التي تحقق بها الاستقلال. إن دلالة الفاتح من سبتمبر الرمزية لا تقل أهمية عن دلالة مايو الأغر، لأنها كانت البداية التي حققت الغاية. راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوان غازت إنياتا زدالو نتا راديو. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا.